خلينا نبص على شاب عادي عنده 21 سنة. بتصحى وقبل حتى ما تفتح عينك كويس ايدك بتكون رايحة على الموبايل، الشاشة بتنور على وشك قبل ما الشمس تنور اوضتك، رسائل بقى، اشعارات، تعليقات، اخبار، 100 صوت بينادوا عليك قبل حتى ما تاخد اول نفس. تقول هتسكرول دقيقتين، بس الدقيقتين دول دايما بيبقوا نص ساعة، نص ساعة من حياة ناس تانية، اراء تانية، لحظات ناس تانية، قبل ما يكون عندك الفرصة تفكر في حياتك. انت تقوم تلبس تروح الكلية بس مخك خلاص اتخطف، كل شوية ايدك تطلع الموبايل تاني، مش لانك عايز بس لان مخك بيطلب جرعة تانية. بتاكل وانت بتسكرول، بتتمشى وانت بتسكرول، كل فيديو بتعديه دوبامين دوبامين دوبامين، مخك غرقان فيه لحد ما تبطل تفكر اصلا يعني ايه هدوء. ترجع البيت بس دماغك مش مليانه افكار، مليانه دوشه. تقعد تذاكر بس تركيزك اختفى، مخك اللي اتدرب يدور على تحفيز كل ثانيه ما يعرفش يثبت 10 ثواني. تمد ايدك على الموبايل تاني، تفتح انستجرام، تشوف بنت جميله، تعمل لايك على كذا صوره، يمكن بقى قلبك يكون قوي تبعت رساله، طبعا هتنفض لك مش هترد، او الاسوأ تعمل لك بلوك. تحس انك صغير مش مرغوب فتلهي نفسك تاني، العاب، انمي، الساعات بقى بتجري، اوضتك ساكته بس دماغك بتصرخ. ولما تغمض عينك اخيرا ما تعرفش تنام، مخك لسه بيسكرول حتى في الضلمه. وتاني يوم تقوم وتعمل نفس الحاجه من الاول، لان النظام نفسه معمول كده، يحبسك، يشغلك، ويخليك ما تحسش بحاجه. كان المفروض التكنولوجيا تدينا حريه، بس اللي حصل لقينا نفسنا محبوسين، بس السلاسل المره دي رقميه. التقنية عمرها ما كانت موجودة عشان تخلينا نبقى متحكم فينا عن طريقها، لا بالعكس، يعني حتى وانا بقولها من الجملة مش راكبة على بعض، لان الطبيعي ان احنا نتخيل ان احنا نتحكم في التقنية. في حاجات كتير التقنية بتأثر عليها احنا مش واخدين بالنا منها، وهي دي لما نركب الحاجات دي فوق بعض هنعرف ليه احنا في الوضع اللي احنا فيه. مبدئيا التكنولوجيا سمحت لنا ان احنا نبقى بنستعملها عشان ناخد الدوبامين بتاعنا منها. فالدوبامين عندنا انضرب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنستخدم التكنولوجي دي، وجوه التكنولوجي في حاجات احنا بنعملها، الحاجات دي بتدينا الريوردز بتاعتنا او الجوائز بتاعتنا ان هي ترفع الدوبامين. فلما الدوبامين ده يرفع، الحاجة اللي انت بتعملها دي بتبدأ ان انت مخك يبقى عاوز يعملها تاني وتالت ورابع وخامس عشان ياخد الجزاء بتاعته اللي هو الدوبامين اللي ارتفع. فطبعا احنا لما نيجي نبص على السوشيال ميديا، الدوبامين بتاعنا غير الدوبامين اللي كان موجود زمان مع اجدادنا، غير لما اجدادنا كان بيجيلها دوبامين لما كان يطلع ويجري ويصطاد وياكل وهو بيصطاد، يعني خلاص خد الصيده، ده الدوبامين بتاعنا. الدوبامين النهارده بتفتح الموبايل تبص على الوجبه المفضله بتاعتك على التليفون. فالفرق ما بين الدوبامين والدوبامين فرق شاسع. فاللي بيحصل ان قبل كده عشان تاخد الدوبامين بتاعك كان في حاجه كتير بتحصل عشان توصل للدوبامين، اللي هي الجايزه بتاعتك. النهارده الجايزه دي موجوده كل ثانيه ممكن تاخد جايزه، وده بيبرمج المخ بطريقه خاطئه وبيخلينا dependent upon اي حاجه بتدينا الدوبامين ده بسرعه وبكتير. كلنا بنقع في الغلط ده، كلنا بنقع في الغلط ان احنا بنخلي التقنيه تتحكم فينا، وان بسبب التحكم بتاع التقنيه مش هي بتيجي تخنقك، لا، انت بتخلق نفسك عاده من خلالها الدوبامين وحاجات تانية في جسمك، حاجات كيميائيه الجسم محتاجها، بيبدا يتحكم فيك فيفرض عليك ان انت تعمل الحاجه دي تاني وتالت ورابع. وشفت انا تركيبه الموضوع ده وانا بعمل والترا اي اي، واحنا بنعمل الابلكيشن بتاعنا، واحنا بنعمل الفكره بتاعتنا وبنطبق التقنيه، لقينا ان الاندستري كلها قايمه على ان ازاي اخلي الشخص اللي قدامي يدمن الحاجه اللي انا بقدمها له بحيث انه يفضل ياخد منها كل يوم. اول حاجه الايكونومي بتاعت النهارده هي الايكونومي بتاع الاتنشن، او مش عارف ايه بالعربي، ايكونومي اتنشن. يعني ايكونومي مين اللي ممكن يسرق انتباه الاخر وازاي والمدة قد ايه، وكل ما الانتباه بتاعك مجذوب او مسروق، لان في ساعات هو فعلا مسروق، بتبقى الشخص كده كسبان، لان ده ليه ثمن. اي حاجه انت بتبعد عنها ليها قيمه وليها وقت وليها طاقه وليها مجهود، ده لما تاخده قصاده عمله الاتنشن غاليه جدا، لان شخص بيبعدك او حاجه بتبعدك عن كل الحاجات ذات القيمه اللي هي الحاجات الكويسه اللي انت ممكن تعملها، انت سايبها
وبتركز في الحاجه دي، فده ليه قيمه، ده الفاليو بتاعه عالي قوي، لانها مش حاجه سهله ان انت تعملها بالذات الايام دي، لان الكل بينافس على الموضوع ده. فاللي بيتباع هنا هي طاقتك، مجهودك، مستقبلك، كل ده مكون تحت غلاف الاتنشن او الايكونومي اوف اتنشن، الاقتصاد بتاع جذب الانتباه. فبسبب ان بيكون في التشتت ده، يعني انا بسميه بقى التشتت، ان الشخص خلاص تركيزه فقد الوعي بتاعه، شبه فقدت وعيك، تركيزك كله رايح لحاجه معينه. ده بيرجع لاساس التقنيه، يعني احنا تركيزنا كله رايح اتجاهها واتجاه حاجات مغموسه جوه التقنيه. فبالتالي اللي بيطلع من ده المنتل اوفرلود بتاعنا، او ان اعصابنا بتتحرق ببساطه، مخك مشغول بحاجات كتير، مخك مليان قصص وفيديوهات وسيناريوهات، وانت اساسا مش عارف الهدف من الحاجه اللي الشخص نزلها دي ايه، وهل دي حاجه سلبيه ولا ايجابيه، وهل لو هي ايجابيه هل دي تنفعك في حياتك ولا لا، ولو سلبيه هتأثر عليك ازاي، والافكار اللي بتاخدها وتقعد تحوشها في دماغك دي هتكون اسلوب حياه جديد ليك ومنظور جديد في الحياه. فاللي عاوزين نرجع له هو لما المخ يكون مشغول بحاجات تانية كتير، مفيش وقت ان انت تشتغل على نفسك، فبالتالي حاجات كتير هتقع منك، زي صحتك، زي قيمتك في المجتمع مش هتبقى كبيره قوي، لان انت شاغل بالك بقيمه حد تاني بينزل الحاجه اونلاين لاهداف كتير احنا ما نعرفش هي ايه، وممكن يكون حد عادي كويس وفعلا الهدف منه كويس، وفي كتير من الناس الكويسه المؤثره دي، بس برضه في ليميتس لكل حاجه. يعني ما ينفعش ان انا اتفرج على حاجه مؤثره وما عملتش حاجه لنفسي عن طريق الحاجه المؤثره دي، ما ينفعش اكتسب معلومات وما اطبقهاش لصالحي، يبقى كده ما استفدناش حاجه. ولكن للأسف الناس بدلت التواصل الحقيقي بالتواصل بتاع السوشيال ميديا، بالتواصل اللي هو عن طريق التقنية. ده مش تواصل حقيقي، ده تواصل مزيف، لأن أهدافه ما بتبقاش زي التواصل الحقيقي. الإرهاق والتعب في إن أنت تتواصل مع واحد أو واحدة، طبعا ما حدش فهمني غلط، يعني in person مختلف جدا عن طريق التقنية، مختلف جدا عن إن أنت تستعمل التقنية تعمل مكالمة، مختلف عن تعمل فيديو، مختلف عن تعمل لايك، مختلف عن تعمل كومنت، كل دي different levels of engagements. فما ينفعش ان احنا حياتنا كلها تبقى انا علاقتي كويسه مع فلان الفلاني اللي انا بعديله لايك او عملت له كومنتس. مش ده هو التواصل الحقيقي. التواصل الحقيقي بيتضمن ان الناس تتعلم من اغلاط بعض، وان الناس تتكلم مع بعض تبقى تأثيرها إيجابي على بعض، ده هنا بيبقى فيه تواصل حقيقي. فللأسف الناس، لأن التواصل السطحي اللي هو اللايكس والكومنت والمجاملات بقت بتخلي الناس فاكرة إن هي دي قيمتها في المجتمع. الناس بقت فاكرة إن التواصل الاجتماعي الأونلاين، الفولورز واللايكس والسبسكرايبرز، وده هي قيمتك في المجتمع، ودي حاجة مش حقيقية تماما. ده بقى زمن اللي هو العبودية الجديد، العبودية اللي هي احنا بنينا حاجة والحاجة دي بتتحكم فينا. يعني ده زي مثل انت جايب كلب وحطت الليش عليه وماشي بيه، والكلب هو اللي بيشدك على الاتجاه اللي هو عاوز يروح، انت الكلب بتاعك، والحبل اللي ماسك الكلب بيه بتاعك، والمنطقة اللي انت جايب الكلب فيها دي بتاعتك، وانت اللي مسمي الكلب، بس الكلب هو اللي بيقودك في الطريق اللي هو عاوز يروح. ده اللي احنا بالظبط عملناه لما كان معانا الموبايل، وخلينا الموبايل هو اللي يقرر مسارنا، لان بننغمس فيه وبكل المنتجات اللي فيه، بكل الاعلانات اللي فيه، بكل الابس اللي فيه، وبننسى نفسنا، بننسى احنا ليه اساسا بدأنا الموبايل، ايه هدف الموبايل، ايه هدف الانترنت، ايه هدف الحاجات دي كلها. فطبعا مهم جدا ان احنا نعرف ايه هدف الحاجات دي عشان محدش يستغلنا بطريقة غلط، او احنا ما نوصلش نفسنا للغلط. هو بالحقيقة انت اللي بتودي نفسك للتهلكة مش التقنية. التقنية موجودة تساعدك، ممكن تستعملها في الخير، ممكن تستعملها في الشر، ممكن تستعملها لصالحك، ممكن تستعملها ان هي تبقى ضدك. انت لازم تختار، مخك لازم يختار، عقلك لازم يختار. فدلوقتي للاسف هنلاقي ان احنا يعني معظم الناس بتعبد الالجوريثم. يعني الالجوريثم او الطريقة اللي الدنيا ماشية بيها كل شوية بتتغير وبتتجدد، تلاقي كلامك بيتغير، مصطلحاتك بتتغير، طريقة لبسك بتتغير، طريقة تفكيرك بتتغير، لمجرد ان انت منغمس في الجوريثم عبارة عن كونتنت، عبارة عن ماتيريالز، عبارة عن قصص وحكايات انت في غنى عنها، لانها مش هي دي اللي بتقرر قيمتك في المجتمع. ده
حاجات مزيفه ضوضاء. وانا هنا مش عشان اقول ان التقنيه وحشه، هنا اقول التقنيه كويسه، ولكن لازم يكون في وعي في استعمال التقنيه زي اي حاجه تانية بنستعملها. وهنا برضو من حته والترا، واحنا بنعمل والترا قلنا طب هو في حاجات كتير موجوده ممكن تدي الانسان معلومات عن صحته، ايه اللي يخلينا نختلف عن بعض؟ ان احنا بنبني حاجه مش عاوزين نجبرك ان انت تستعملها، احنا عاوزينك تقرر تستعملها امتى ما تحب، عشان تديك وعي مش بس عن استعمال التقنيه وعن التقنيه، بل وعي عن صحتك من الداخل، ويبقى القرار في ايدك تحب تعمل ايه من بعدها. لان هنا بنخليك تبني الوعي بتاعك، طبعا بنساعد وبندي معلومات وتقييم ومش عارف ايه، ولكن الهدف بيرجع ازاي اجهزك واأهلك ان انت تقدر تبدأ خطوة خطوة يبقى في وعي باستعمال التقنية، وتاخدها من تقنية اساسية بتديك معلومات لحاجة انت ممكن تطبق عليها لصالح صحتك اللي هي مفيش اغلى من الصحة في العالم. الحل هو ان احنا نهدى ونرجع للاساسيات ونفهم اساسا احنا محتاجين ايه من الحياه، هدفنا ايه من الحياه، مبعوثين ليه للحياه سواء دينيا او بطريقه تانية. ولكن ده بيرجعنا للهدف الاساسي، وبعدين من الهدف الاساسي اوكي احنا عرفنا الدنيا ايه والاخره ايه. للي بيؤمن بربنا وبيؤمن بالاخره، انا مش هجبر كل الناس تفهم الموضوع بالاتجاه ده، ولكن هجبر الناس ان هي لازم اقسم، لازم اعرف الهدف بتاعي في الوجود ايه. بعد ما اعرف هدفي في الوجود ايه، لازم اعرف ايه الحاجات اللي معايا اللي ممكن تساعدني اوصل للاهداف بتاعتي دي، ومن ضمنها 100% تكنولوجي، من ضمنها يعني ملهاش اي حل. ولان اي شخص مش بيحاول يستعمل التقنيه او التكنولوجي فهو بيحارب نفسه. لان لما ربنا يدينا او الدنيا تتيح لنا حاجات تسهل علينا حياتنا لازم نستغلها، لان في ناس تانية بتستغلها. فانا لو مش بستغلها انا متضرر، لان في ناس احسن مني في حاجات تانية. وما ينفعش نكون ناس متخلفه، ما ينفعش يكون ما بعرفش ازاي استعمل التقنيه، بس لازم اعرف ازاي وانا بستعمل التقنيه ما اخليهاش تضرني، عشان ما بقاش انا مغفل في اخر المطاف. يبقى في اخر المطاف لما يجي شخص يستخدم التقنيه غلط فهو عمل حاجه صح وعمل عكس الصح في نفس الوقت، لانه اذى نفسه. فده اللي احنا عاوزين نبعد عنه. عشان نبعد عنه لازم نهدى، نقف، نتنفس كده فعلا نفس عميق وزفير وهدوء وراحه بال، ونفكر في الحاجات اللي احنا بنعملها كل يوم، بالذات من وجهة نظر التقنية اللي مصيبتها الدوبامين، وان مخنا مشغول في حاجات تانية ما هياش بتاعتنا. واساس المصايب دي كلها طبعا اتجاه السوشيال ميديا في الاساس، او التقنية من اساس ان يبقى في حاجة احنا بنخليها تستعبدنا. مثلا زي اخر حاجة من التقنية اللي هي بتاع الاي اي اللي هي GPT، الذكاء الاصطناعي. ما هو ما ينفعش ان احنا نكون عارفين ان الذكاء الاصطناعي سببه واساسه ان هو يقدر يساعدنا نخلص حاجات بسرعة ونوصل لمعلومات سريعا، ويبقى الناس بقى بتستعبد البتاع ده ان هو اللي ياخد قراراتهم في حياتهم وخلاص. لان في حتة ان الناس تخلي الحاجة دي تاخد قرار لحياتها، فهو انت بتتخلى عن كل المسؤولية عن تفكيرك واستعمال مخك لتخلي البتاع ده هو اللي يقرر حياتك ومستقبلك وطريقة تفكيرك. ده كله خلاصته الوعي. لو الوعي مش موجود مش هنعرف نصلح اي مشكلة، لان مش هنعرف المشكلة فين اساسا. ودي حاجة من الحاجات اللي خلتنا برضو واحنا بنعمل والترا، طب ايه هي التقنية؟ واحنا خلاص كنا بنشتغل على التقنية ونقول هل التقنية دي فعلا ممكن تخلي الناس ترجع لورا تقعد وتفكر وتحاول تفهم؟ يعني أنا لما أديك معلومات عن علاماتك الحيوية وأديك تفاصيل عن صحتك الداخلية عن طريق تقنية من غير ما التقنية دي تجبرك إن أنت لازم كل شوية تقعد تستعملها، هل ده يوجهك ويعيد البرمجة بتاعتك إنك تعرف يبقى قدامك حاجة حقيقية تستخدمها منها تحسن صحتك ومنها هي بتعمل لك تصحيح لعاداتك؟ يعني حتى واحنا بنعمل السكان ال40 ثانية عاوزة هدوء ونفس وتركيز، وانك تبص في الكاميرا، وانك تبقى قاعد 40 ل50 ثانية بتتنفس ومنتظر تشوف علاماتك الحيوية هتكون ايه، عشان بعد ما تجيلك النتيجة هتعرف ايه هي الحاجات اللي المفروض تعملها من هنا. سواء ادتك انذار ان عندك مشكلة، ان في علامات ضغط الدم مش مظبوط، ضربات القلب مش مظبوطة، او قالت لك كل حاجة تمام كمل زي ما انت. فبيبقى عندك اساسيات قدامك تقدر تستعملها ان انت تحسن من صحتك. ودي حاجة واحدة من حاجات كتيرة وتقنيات كتيرة موجودة في العالم، ممكن على اسس ده تبدأ تفكر ازاي تستعملها. فالنهاردة هدفي من اللي انا عاوز اقوله، لو سمحت بطل تعمل سكرول وخلاص، بطل تهرب من حياتك، بطل تهرب من مشاكلك، واجه حياتك، واجه مشاكلك، حط لنفسك اهداف، طبقها
ما تهربش من الواجب بتاعك، ما تهربش من الشخص اللي انت محتاج تكلمه، ما تهربش من الشغلانه اللي انت عاوز تقدم عليها، ما تهربش من فشل انت واجهته، قوم واجهه. السكرولينج ده ما هو الا انت بتدي مخك وطاقتك وتركيزك لحاجه تانية مش بتاعتك، وهي اراء الناس وفيديوهات الناس. وحتى لو الناس بتديك حاجه ايجابيه او سلبيه مش هيختلف كتير لو مفيش تركيز واسباب تسمح لك ان انت تستعمل الحاجه دي لصالحك. شكرا ليكم، اتمنى الفيديو ده يكون فادكم، وكلام ممكن يكون عميق شويه بس اللي هيفهمه هيكسب كتير. اعمل زوم اوت، بص على حياتك، قيم نفسك، ومن اهمها شوف استعمالك للتقنيه عامل ازاي، شوف اذا عايد عليك بالسالب او بالموجب، ولو بالسالب لازم تعالج الموضوع في اسرع وقت. تاني شكرا ليكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وهشوفكم في فيديو تاني.